السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ هناخد مع بعض حاجة انا عملتها قبل كده و... وعملت لكم فيديو ليها. حلو جدا، يعني بالتفصيل، تفصيل ممل، بس الناس بترجع تسألني برضو في التفاصيل. هناخد قماش قد ايه، هنقص ازاي، يعني برضو بتسألوني يعني. ف فقلت ان انا عندي اوردر ليها، هعملها، وقلت اصورها يبقى حاجة عملي، وفي نفس الوقت تستفيدوا واقول لكم كل التفاصيل. انا هعمل معاكم الكنبة البلدي. تمام، هنعملها بالجاكور. ينفع نعملها بالقطيفة، ينفع نعملها بالقطيفة. تمام، نفس النظام. وينفع نعملها كورنيش، ينفع نعملها كورنيش بالقطيفة، ينفع كل حاجة تنفع ان شاء الله. هن هنقول هناخد قد ايه من الكورنيش، هناخد قد ايه من الجاكار، وهنقص معاكم المخدات المدور. في منها مستطيل ماشي، وفي منها مدور، فانا هعمل لكم المدور. تمام، نبدأ نقول بسم الله. اول حاجة احنا هنعملها اللي هي الكورنيش. الكورنيش ده قد ايه؟ الكورنيش ده 2 متر. احنا في الاساس الكورنيش المفروض ما بيبقاش داير ما يدور، احنا مش هنعمله داير ما يدور، احنا هنعمله 3 جوانب. تمام، والجنب اللي في الظهر مش هنعمله. طيب المفروض يبقى معانا الكورنيش ده قد ايه؟ 6 متر. 6 متر دول في الكورنيش ده هيبقى قد ايه؟ هيبقوا 2 متر. خلاص، من طول القماش ومن عرض القماش هناخد 3 شرايح، كل شريحة 2 متر، ونوصلها ببعض هيديني 6 متر كورنيش. خلاص، انا معايا دول 6 متر حتة واحدة. انا عاملاهم، كنت عاملة بيهم كنبة قبل كده، فبقى معايا حتة 6 متر. تمام، ونيجي معانا تاني الجاكار. الجاكار ده قد ايه؟ الجاكار ده 3 متر. مش طبعا الكورنيش خلاص قصاه ومظبطاه، بس هتنيه على المكنة واشتغل معاكم على ده. دي احنا هنقسمها قد ايه؟ هنقسمها على شريحتين، شريحة 2 متر وربع، والشريحة التانية بقية ال3 متر. هقصها وارجع لكم. زي ما قلت لكم، انا دلوقتي خدت الجاكار اللي هو 3 متر، قصيته على شريحتين، شريحة 2 متر وربع وشريحة 75 سنتي. هنشوف هنعمل فيهم ايه هما الاتنين. الشريحة ال75 سنتي هنخليها على جنب دلوقتي، والشريحة ال2 متر هناخد من عرض القماش. يعني احنا معانا طول القماش، تمام، البورصل بتاعنا 2 متر وربع. هنيجي عرض القماش هناخده 1 متر و20 سنتي. ممكن انتي تاخديه اقل، انما انا هاخده 1 متر و20 سنتي عشان الكنبة بتاعتي كبيرة شوية. بصوا اهو زي ما احنا شايفين، ده البورصل خلاص احنا ملناش دعوة بيه. هناخد بقى من عرض القماش، انا هقيس من عرض القماش 1 متر و20 سنتي. زي ما احنا شايفين كده، انا قست وقصيت خلاص. وده مش هنرميه، لا ده هنشتغل بيه تاني، بس هقول لكم هنعمل فيه ايه. بس قبل ما نشتغل هنعمل حاجة تركية لازم نعملها في القرصة الأساسية. هنطبق 4 تطبيقات. هنطبقها البورصل، هنقسم اللي هو ال2 متر وربع، هنقسمهم كده. تمام، وهنجيب العرض معانا اللي هو 1 متر وربع برضو، هنطبقه كده، يبقى تطبيقة طول وعرض. طبقنا الطول وهنطبق العرض مع بعض. زي ما احنا شايفين، انا طبقت العرض وطبقت الطول. ماشي، بيبقى عندنا اربع اطراف كده. تمام،
يبقى عندنا ده مقفول، وده كده اللي هي الاربع اطراف المفتوحين. تمام. هنعمل فيهم ايه؟ هنقيس كده 20 او شبر، انا واخداها شبر. هنقيس كده 20 ونقيس كده 20. خلاص كده انا قصيت. هنطلع المربع ماشي، والباقي ده زي ما احنا عارفين هنخيطه ببعض كده. تمام. نيجي بقى الخطوة اللي بعديها، هنشيل ده على جنب. دي القطعة او الشريحة اللي هي 75 سنتي، دي هنعمل منها 3 مساند مدورين. تمام. دي كسوة المسند، دي انا واخدة الكسوة وهقص عليها. انا طبقت عرض القماش مش طول القماش، احنا عندنا الطول اللي معانا 75، انا طبقت عرض القماش، طبقته على 3 عشان هعمل 3 مساند. هنجيب الكسوة وهنحطها على القماش ونقص عليها. زي ما انتوا شايفين كده هنحطها على القماش وهنقص عليها 3 مساند. انا بسيب سنتي، تمام، او 2 سنتي. ليه؟ لان انا بحط استك. تمام. هنا بحط لها استك، مش بعمل لها شرايط، بحط لها استك، فبسيب عندي 2 سنتي. زي الاستك بتاعك ما هتستعملي، يعني لو استعملتي الاستك 1 سنتي هتسيبي 1 سنتي او 2 سنتي عشان تتنيه. تمام. زي ما احنا شايفين انا قصيت نفس التدويرة بتاعت الكسوة اللي معانا. تمام. انا طبعا قصة 3 وشاش. تمام. الظهر بقى هنعمله من بقية القماش اللي احنا اخدنا منه، اللي هو بقية القماش بتاع 2 متر و 2 متر وربع اللي احنا خدناه من عرض القماش ده. عندي الباقي هعمل بيه بقى الظهر. زي ما عملنا في الاولانية هنعمل في التانية، لازم ناخد التدويرة. بصوا لازم ناخد التدويرة دي. تمام. فهنعمل دي زيها بالظبط. برضو زي ما عملت الوش هعمل الظهر. قسمت الظهر 3 شرايح وهنحط عليها الكسوة وهنقص الدوران بتاعها.
طبعا انا الظهر عندي مش كامل، طبعا ده هنحط له شريحة زيادة. انا باقي عندي من القص لسه في شريحة اهي، هنحط لها نكمل بقى الظهر. تمام. احنا اهم حاجة عندنا الواجهة ظبطناها، دي الشريحة دي هنعمل منها الظهر. ويلا بينا بقى نشتغل على المكنة ونشوف هنعمل فيها ايه. اول حاجة هنقفلها هي الكورنيش، انا هتنيه بس من يعني هتنيه من الطرف بس، تانية عادية. احنا كده خلصنا الكورنيش، هنعمل بقى القرصة بتاعة الكنبة. انا ماشيه معاكم خطوة خطوة. احنا طبعا ال20 في 20 اللي احنا قصيناها نجيبها كده ونوصل كله ببعض الاربع جوانب. كده بقى انا قفلت الاربع جوانب. تمام. انا هلف كورنيش داير ما يدور ما عدا الجنب اللي في الظهر. تمام. الحاجات دي كلها انا شرحها في فيديو، هنزل لكم الفيديو. بصوا بقى، المفروض انا هبدأ من الجنب. تمام. هبدأ من الجنب ده، انا بسيب للاستك، يعني بنسيب كده للاستك زي 5 سنتي 7 سنتي زي ما انتوا عايزين للاستك، عشان الاستك يبقى كده. تمام. هنبدأ نحط الكورنيش من هنا. المفروض ان دي تتنى او تتعمل اوفر. تمام. انا الاوفر عندي بايظه، فهنشتغل كده لحد ما ايه، لحد ما يجي الاوفر وانا هظبطها ان شاء الله. هنتني ده الاول بس يعني هنبدأ من اول هنا. تمام. هناخد اول 10 سنتي من غير كورنيش. بعدين بقى نبتدي نعمل كورنيش. بصوا كرناش على قد ما تقدروا. عشان ما نطولش عليكم
هخلصه وارجع لكم. بصوا بقى كده، ده بقى منظره. بصوا حلوه ازاي. بصي الكرانيش. ممكن نحط فل، ممكن تحطي جبير، ممكن تحطي فرانشا، اللي انت عاوزاه. اشتغلي بقى، شوفي نفسك بقى واشتغلي زي ما انت عاوزه. احنا بقى سايبين هنا مشي الفرق ده، هنحط فيه الاستك. نحط الاستك رفيع بقى 2 سنتي 3 سنتي زي ما انتوا عايزين. هتتنيه كده بالاستك. تمام. هيبقى كده الاستك، وهتبقى دي لوحدها كده زي ما احنا شايفين كده. تمام. انا كده خلصت القرصه خالص، عملت لها كورنيش وهحط لها الاستك كده. انا خلصتها. هنشتغل بقى المخدات المدور. طبعا احنا عاملين تلات وش وتلاتة ظهر. احنا طبعا الظهر كنا عايزين له وصله لانه مش مكمل يعني. بصوا قصير. تمام. انا هركب له الوصله دلوقتي وارجع اشتغل عليه. انا هنا عملت الوصله، هبتدي بقى ايه، اقفل الاتنين مع بعض، الوش والظهر مع بعض. تمام. انا كده قفلت. تمام. نجيبها كده. بص كده اهي كده انا مقفلاها. طبعا هنيجي هنا باستك وهنتني تانية كده للاستك، او نعمله اوفر، استك اوفر زي ما انتوا عايزين. انا كده خلصت الكنبه البلدي، عملتها لكم بالتفصيل. عامله ليها برضو فيديو، حاجه صغيره. هحط لكم اللينك في صندوق الوصف. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.